كما أصبح مألوفا وراء كل فضيحة كروية أيدي جزائرية. الجزائري بوعشيرة مساعد مدرب المنتخب السنغالي كان هو العقل المدبر لقرار انسحاب المنتخب السنغالي من نهائي كان المغرب 2025 بعد إعلان حكم المباراة عن ركلة جزاء مشروعة للمنتخب الوطني المغربي، والذي سيبقى وصمة عار على الكرة الإفريقية. تصرف المدرب الجزائري ما هو إلا امتداد لتصرفات أصبحت مرتبطة بالجزائريين الذين همهم الوحيد هو عرقلة قطار التقدم الذي يحظى به المغرب في كرة القدم، والذي أصبح نموذجا لكل من أراد المضي قدما نحو الأمام، وألما لمن يحمل في قلبه خبثا يغطي به عن فشله. بعد هذا التصرف الذي أفسد حفل نهائي العرس الإفريقي، هل يتحرك الكاف لمعاقبة الجزائر بوعشيرة، أم أن الكاف سيبقى في سباته العميق ويتفرج على هذه المهزلة؟